أكثر ما يعصر قلبي أن تدخل العناية مركزة ثم تنظر إلى شاب من الشباب يعالج بالإشعاع ثم يأتيك ما يقدر يتكلم. الإشعاع هذا يقتل ويدمر الغدد اللي تسيل اللعاب. تدري ايش معناها؟ أكيد ما ندري، لأن ما خلاني الله وإياك أو أحد أبنائنا أو أحد أفراد الأسرة عندك في البيت يكون ما عنده لعاب. أقسم بالله أن طالعة تبكي، تريد كلمة تبكي، يبغى يطلب منك شيء أن تبكي. إيش يعني؟ تدري إيش معنى لو ما عندك لعاب؟ قالين كذا ما يقدر يتكلم، لو تكلم تشققت الجوة كلها، ما يقدر يأكل. الله يا جماعة ما يقدر يتنفس، ان النفس يلا بس عنده كل شيء، عنده قلب شغال، عنده كلى، عنده رئتين، عنده رجلين، عنده يدين، بس ما عنده لعاب. والله ما يقدر يشرب ولا يقدر يأكل، أكل كله متجمع هنا، كل شيء ناشف، أنواع الالتهابات، التقرحات. تخيل واحد لو يبلع ريقه ينشق، والله انك تشوفه بس يبغى يقول كلمة ينزف من داخل. طيب هذه عمرنا فكرنا ان هذه اصلا نعمة؟ عشان ما فكرنا انها نعمة صار اللسان يتحرك بسهولة، ما في آلام، ما في دم يطلع، ما في تشققات، ما في معاناة عشان نطلع الكلمة. صار سهل الواحد أنه يقول كلمة تغضب رب العالمين. لأجل هذا قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان، يقول أعطيته العاب ما حرمته. وإذا أنعمنا على الإنسان إيش اللي يصير؟ أعرض، عندما يحتاج يقعد على وانه جرب وهو يعاكس سحب الله عز وجل منه اللعاب، ثم وقف لسانه، كان قال يا ذب التلفون، قال يا رب، وعرف ان له رب منعم عليه، مع انه اخذ. الله يقول اذا اعطيته اعرض. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ما قال بعدها؟ قل كل يعمل على شاكلته، سوي اللي تبغاه، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.